ما ادري عقب ما لا تشر ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. بس انت اول مره؟ ايوه اول مره. وعندك علم انه بثوثي تنزل على قناتي في اليوتيوب؟ ايوه عندي. تمام، سم. طيب سمعت أكثر. دحين أنا عندي مشكلة مع زواجي، تمام؟ لي سنة و4 شهور متزوجين. طيب كم لك متزوجة؟ سنة و4 شهور. سنة و4 شهور. أيوة. مشكلتي هي تافهة شوية بس تكبر الموضوع. أنا أصلا من يوم الملكة كان هو دائما كذا يقعد يتكلم، وإذا ما اتفقنا كان يقول خلاص يا بنت الحلال إذا ما تبي خلينا كل واحد يروح في حاجة ما أدري إيه. هذا بالملكة؟ أيوه هذه من أيام الملكة. كنت خلاص يعني أعدي الموضوع وخلاص. وأول ما تزوجنا صارت كم كذا مشكلة برضو، قال لي خلاص شيلي ملابسك وروحي بيت أهلك وما أدري إيه. وبعدين أمه تتدخل وخلاص ويحل الموضوع. يعني المشاكل تكون تافهة ما تكون شيء كبير. طيب هي وجاء يوم من الأيام صارت بيننا هرجة كذا وطلعت وما قلت له إني طلعت. هذا بالملكة كله؟ لا هذا خاص بعد الزواج لما تزوجنا. طيب جاء كذا صارت مشكلة وطلعت ما قلت له، ما قلت له بس اديت خبر أنا طالعة وطلعت. وهي صايرة مشكلة؟ ايوه صايرة مشكلة. طيب ولما طلعت هو مرة عصب وكذا. انت طلعتي من زعل ولا وين رحتي؟ طلعت من زعل بس خرجت امشي يعني. ايه بس انا بيفهم انت طلعتي بيت اهلك وين رحتي؟ انا مني ساكنة في المنطقة. تمام، قصدك طلعتي تنفسين شوي. بالضبط. ايوه فهو مرة عصب خلاص كذا، مرة عصب وقال لي ترجعي الحين وتروحي بيت أهلك وتلمي شنطتك وتروحي بيت أهلك، أنا ما أبغاكي. فرجعت البيت على أساس خلاص من جد أسوي زي كذا وبروح لأهلي. أيوه قال لي الحين تطلعي من البيت، قلت له ماني طالعة يعني ما عندي مكان أطلعه، ماني طالعة خاصة. المهم إني ماني طالعة، جت أمه وطلعتني قالت عشان يعني نكسر الشر وخلاص اطلعي ومدري ايه، وخلتني اجي عندها، هي ساكنه جنبي في على طول. وخلاص قعدنا اليوم الثاني ورجعت البيت وقعد يعني حل الموضوع انه خلاص اذا بتعيدي هذه الحركه انا ما تعجبني دي الحركات ومدري ايه وما تسويها، وانت الغلطانه المفروض ما تطلعي، وانا ايش انا رجال هنا ولا من ذا الكلام. فخلاص يعني نحل الموضوع ورجعت. تمام. رجعت يعني للأسف إني رجعت، بس هي دحين هذا الكلام كم له يمكن له 6 شهور أو 7 شهور. دحين خلال 2 3 أسابيع صارت مشكلة ثانية. طب إحنا دحين نقلنا من البيت القديم اشترى بيت جديد، طيب عليه قسط البيت وعليه قسط الأجهزة والمدري إيش وهذه كلها. تمام. هو قبل كان يعطيني مصروف وقال لي عشان البيت الجديد وعشان كذا أنا حيكون علي ضغط، فحاولي بس 7 شهور كذا عشان أخلص الأقساط وبعدين أرجع لك المصروف، ما عندي مشكلة. حلو ممتاز. قلت له خلاص طيب ما عندي مشكلة يعني الحمد لله. متفهمة ومعك على الضغط المالي أنا معك. كفو يا قلت خلاص تمام مو مشكلة. طيب هي خلاص حرفيا يعني ما أطلب ولا أضغط عليه في أي حاجة، يعني أشياء كثيرة يعني المبالغ إذا أبغى مكان يحتاج مبلغ كبير 600 700 خلاص ما أضغط عليه، لأني أنا كمان ما أبغش في هذا التاب وتمارا ومدري إيه يعني زيادة. خلاص فهمتي الضغط المالي بديتي تخففين. بالضبط ممتاز. جت فترة كذا أطلب أشياء عادية يعني ما هي طلبات والله. تمام. يعني أشياء بعدين دحين لما استوعبت إنها الطلبات تكون ناقصنا مراية، ناقصنا جزام، الله يكرمك ناقصنا دي أشياء، فهمتي؟ طيب مو بقال لك اصبري؟ ايوه بس يعني مو لدرجة انه هو عادي يشتري دي الاشياء انه 30 40 100 200 عادي، بس هو قصده اشياء ثانية زي مثلا مصروف اشياء كبيرة 600 700 دي الاشياء. طيب
اي بس ان هذه لو فكرتي انت ان مرايه ولا جزامه ولا يعني اشياء ما هي ضروريه، اصبري شوي. هو انا صابره، بس هو اللي يقعد يتكلم ناقصنا هنا مدري ايه، هو يقول لك ناقصنا جزامات. ايوه حلو، ممتاز 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 ممتاز. فخلاص نروح نشتريها. بعدين جت هذه الفترة طلبت، احنا عندنا حيوان أليف في البيت، فجيت قلت له انه سوى حركة مو حلوة، يمكن فيها مرض او شيء، خلينا نروح نوديه. هو اصلا عنده موعد في عند العيادة. فقال لي عندك سبسيسة؟ ايوه. فقال لي لا خلاص لا خليه، لأن إذا سوى الحركة مرة ثانية نوديه المستشفى. فقلت يمكن المرة الثانية إذا الحين الرجل عجزن يعطيك مصروف تروحين بس للمستشفى. لا شوفي سوالها التعقيم، هو عاجز يديني الله المستعان. بس سوالها الأشياء الثانية، يعني سوى أشياء لأنه بهيمة بذمته. طيب خلاص، ما هو ده نفس الشيء في ذمته، سوى حركة يعني ممكن تكون في ديدان أو حاجة، فاهمة؟ طيب فقلت له إنه ممكن المرة الجاية إذا سواها يكون يسويها هو لا سمح الله إنه وسخ ولا في شيء يوسخ علينا الكلى. طيب رحتوا به لمستشفى؟ لا عصب علي وقال لي أنت طلباتك صايرة كثيرة ولازم تدوري لك شغل، تسوي سي في، وهذا أكثر من مرة يقول. المرة الثانية يمكن قال لي لازم تسوي سي في وتدور شغل. اي عشان تصرفين على بسيست وعلى الاشياء اللي تبينها. انا ما ابغاها، هو جابها غصب عني اصلا. قولي له ما في طلعه. لا تعودت عليه. لا ولا فدحين صار يضغط علي فيه، فهمتي؟ يعني انت اللي جبته دحين لما انا تعلقت فيه قاعد تضغط علي. لا تعلقين ببسيس الله يجزاك الجنه. خلاص تعلقت وخلصت عمد. لا مو تعلقتي وخلصتي، قدامك بيت وقدامك عيال وقدامك حياة، تعلقين ببسيسه ليه؟ خلاص طيب. فدحين قال لي كذا انه دوري لك شو، هو ما يبغاني اشتغل بس كذا قاعد يضغط علي، فهمتي؟ لكن هو ما يبغاني اشتغل. هي خرجنا اليوم الثاني، خلاص خرجنا واحنا في السيارة وزي كذا برضو فتح الموضوع انه انت صارت طلباتك كثير لازم تشتغلي. وقعدنا نتكلم عن ايش؟ عن رب العمل، انه رب عملك هو عمك، الوظيفة اللي انت تشتغل فيها هي عمك، فاهمة؟ قاعد يبين الوظيفة انه هو العم، قصده انه هو مصدر رزقك، هو الشيء اللي بيعينك على الحياة بالضبط. طيب هي انا ايش قلت له؟ حتى انا احتاج عم، يعني بتوظف. هو عصب هنا انه ايش انا خير، لانك هو عمك يا امي بمفهومه هو. ايوه هو بمفهومه، بس انا قلت لا انا ابي وظيفه يعني. قال خلاص طيب عصب هنا ومدري ايش، انه هو يحسب اني انا بقول انت عمي، لانه هو من جد اللي قاعد يصرف علي، بس انا دحين لا ابي وظيفه. تبين عم ثاني يعني عمين. ايوه فزعل علي مره، عصب. والله عظم الجروب. بس في زوجة تقول لي زوجها احتاج عم ومدري ايه، ايش ذا الكلام ومدري ايه. فقلت كم عمرك؟ كم عمرك؟ 29. الله المستعان. طيب قلت له انه خلاص ابغى اتوظف وكذا. قال لي خلاص طيب تبي تتوظفي انت تشيلي نفسك. قلت له خلاص طيب اوكي انا بشيل نفسي. بعدين كذا جلس، هذا كله في السيارة، سكت كذا 10 ثواني، بعدين قال خلاص عشان تتوظفي وسرحك عند اهلك، وانا اجيب وحدة ما تصرف كثير، ما عندها طلبات كثيرة، وغير كذا تهتم في البيت. فأنا هنا مرة عصبت، يعني هذه كمان رابع مرة يقول لك طلبات كثيرة وأنا مني قاعد أطلب. يعني يوم ما جيت البيت هذا ما في طلبات، كيف أنت من فين تشوف إنه طلباتي كثيرة؟ قلت له إيش هي الطلبات الكثيرة بالنسبة لي؟ إن أنا مني قاعد أطلب، إيش الطلبات الكثيرة؟ راح قال لي البيت اللي أنا مسكنك فيه لما ياخذ مني قرض، وإيش اسمه، والمطاعم اللي وديك هي، والسوبر ماركت اللي تشتري منه اللبن اللي ما ادري ايش، لانه معدتي انا شوي تعورني فاشتري لبن معين، واللبن اللي انت تشتري منه. قلت له هذه الاشياء ما هي طلبات، هذه كل رجال يسوي لزوجته دي الاشياء، يعني هذه اساسيات ومدري ايش. المطاعم اساسيات، يعني مو كل يوم ما
احنا في مطعم ترى. ما صاير كل يوم، مستحيل يصير كل يوم يا أمي. ايوه، طب هو ليش يحط هذا الموضوع قدامي يعني؟ هو مرة في الأسبوع ولا مرتين في الأسبوع المطعم يعني. مرة في الأسبوع؟ ايوه. ايوه. انت بجدة، انت بجدة يمدينا اجي ترى، عشان انت بجدة يمدينا. انا اقرب، احس انا في الدمام اقرب لي. بالدمام اقرب ان شاء الله، يمدينا اجي بالدبابة سيدة مباشرة كذا مع الطريق السريع، عسى الله يخلص طريق القصيم الجبيل، انتظر ان شاء الله يخلص واشغل دبابتي واجيك. طب ايوه صح، ما قلت لك معلومة انه ايوه انا ايوه في ما سويت زواج عشان هو قاعد يسوي لي معاملة معينة، فما سويت زواج. وبعدين في نفس الوقت قال لي ما حاعطيكي مهرك كامل لاني انا المعاملة هذه كسرت لي ظهري ومدري ايه. دافع مبلغ وقدره بالمعاملة. يعني لا اذا سوى زواج حتروح في قاعة، فهمتي؟ يعني طبيعي. المعاملة هذه من هيلو ليا يدفع دراهم الدنيا على معاملة ليا وشايلة هم. طيب أنا مني يعني عادي خلاص، أنا رضيت. الرجل جاء قاعد يقطع قلبه ينتف ريشه. طيب الله يجزاه خير، والله إني ما سويت شيء. الله يجزاه خير. خلاص يمي اعقلي، اركدي، اقضبي يا الأرض. خلاص المشكلة خلاص هذاك انحل الموضوع زي ما قلت لك، خلاص أنا نسيته. بس دحين لما تصير عندي مشكلة أبدا انقهر إنه صار كذا وتنازلت ومدري. مش تنازلتي عنه؟ المهر أخذ نص يعني. أخذ المهر نص وأخذوا ادفعوا لك بالمعاملة صح؟ أيوة. طيب وشو لو تسينين المعاملة كان خليتي مهرك لك؟ لا لازم يصير، لازم تصير إذا ما صارت معه. أنتي سعودية؟ لا. عشان كذا. طيب خلاص هو هو عارف إيش الوضع وإيش اللي مستنيه، فهمتي قصدي؟ يعني خلاص هو عارف. طيب. فخلاص أنا ساكتة يعني ما سويت شيء. بس دحين هي لما قعد يقول لي في السيارة أنت طلباتك كثيرة ومدري إيش، أنا عصبت. إيش طلباتي الكثيرة؟ قلت له أنت ما شفت البنات اللي في وقتي هذا كيف عايشين يعني. طلباتي ما تعتبر كثيرة. أنا لما سألته إيش طلباتي ورجع يقول لي البيت والسوبر ماركت والمطعم، قلت له هذه ما تعتبر طلبات. أنا لو أوريك البنات التانيين إيش طلباتهم من أنت حتشوف إنه طلباتهم إنه أنا مني قاعدة أصرف يعني، لأنه حرفيا والله مني قاعدة أصرف. فزعلني إنه حط طلباتي من ضمن دي الأشياء، فزعلت عليه وقلت له إنه ما شفت أختي وما شفت مدري إيه. هنا عصب. كملتي الناقص أنت يا أمي. ايوه هنا عصب، قال يعني زوج اختي تصرف على اختك وانا ما اصرف عليكي ومدري. قلت له ليه تقارنين يا امي؟ ما قارنت، انا ما قارنت. يصرف على اختي؟ ما قلت رجل اختي يصرف على اختي، انا قلت له ما شفت البنات كيف يصرفوا. هذه مقارنة. طيب لانه هو حطني فيها، هو شايف مصاريفي كثير، قلت له مصاريفي معي كثير، هو حطني في هذا الموضوع. بس خلاص قاعدة أبين له إنه أنا ماني قاعد أصرف، إنه شوف البنات التانيين اللي فعلا يصرفوا، هو عنده أخوات وشايف كيف أخواته قاعدين يصرفوا كمان، فاهمة؟ يعني مرة عصبت إنه أنت تشوف هذه طلباتي مصاريفي لما أقول لك أبغى شيء شخصي خاص فيا، أبغى شنطة، أبغى مكياج، أبغى شو، هذه مصاريفي اللي أنت تزعل عليها. فالزبد إنه هنا مرة عصب، يعني كان أول مرة أشوفه بهذه الحالة. وفعلا مرة عصب هو كمان دحين. لدرجة كان شوية وبيمد إيده بس مسك نفسه وطلقني. يا لطيف. في السيارة. يا رب. هذه الأيام رفع ايوه، قال لي ارفع الطلب، قلت له اذا تبي ترفع انا ما لي صلاح، لا تحط الكوره في ملعبي، انت تبي ترفع طلاق ارفع. ف خلاص كذا رفع الطلاق. وبعدين بعد ما رفع وكذا سأل الشيخ
الثامن لما فتح ابن عبد الثامن وزي كذا، وقال إنه لحظة الغضب الكبير ما الطلاق ولا يقع. وفعلا لما دخل على ناجز ورفع الطلاق وكذا، دق علينا الشيخ قال الشيخ لا الطلاق ما وقع. أنا زعلت، أنا قلت خلاص أنا ما حقدر أقعد كذا إلا سويت شروط إنه يعطيني رضاوة وإنه يرجع لي المصروف. ما رضي على الرضاوة ورضي على المصروف. وبعدين قعدت مو مقهورة، يعني أحس دحين مرة قلبي قاعد يحرقني. وبعدين خلاص قعدت ودحين هي المصروف هذا تخيلي يبغاني أسوي منه كل شيء، خلاص إذا بنادي إذا بعيادة أبغى أي شيء من هذا المصروف، هو ما حيعطيني شيء يعني، خلاص لدرجة إنه أنا أحسبه يستهبل، يعني أنا عارفة إنه ما يسويها بس ما أدري هو بيحرقني ولا إيش. أنا طلبت منه طلب من مكان، يعني من موقع هو قاعد يطلب منه، فقلت له خلاص اطلب لي هذا معاك. راح قال اوكي يعني كذا باقي لك من مصروفك ما ادري كم ريال. تخيلي قاعد يحسب لي اياها، وانا هنا مره من جد عصبت وزعلت وحسيت انه ماني طايقته. وبعدين خلاص خلص الموضوع. والحين وش تفكرين فيه؟ دحين مني طايقته وما ادري ايش اسوي، يعني ابى شيء. ارقي للسطح عاد بشرقية، درجة الحرارة ما يحتاج أقول. افرشي لك فرشة، خلي الشمس تدبغت وترجع لك عقلك يمي. عيشي مع زوجك على قدر طاقته، على قدر إمكانياته المالية. أبى زين وبحط وبقول مطعم كل أسبوع لا. هذا الطبيعي. مين اللي يقوله؟ تعودت خلاص. يا ماما اعقلي، لا تهدمين بيتك عشان مطعم. طيب بس هو يقدر يعني ما عيمنوه يقدر ولا ما يقدر، اقضب يرضت واقضب بيتك. مو عشان المطعم، خلاص أنا مو عشان المطعم، خلاص يعني عادي. مين اللي يطلع كل أسبوع المطعم؟ صاحيها انتي. طب حتى تخيل إن أنا مو دايما أطلب قهوة، مو دايما أطلب أروح سوق، يعني هذا اللي القهوة اشتري ماكينة القهوة بيتك وحطيها وزيني لك قهوة، اعطس يرحمك الله. قضينا. تبي تدمرين حياتك وتبي تنهين علاقتك مع زوجك وبتخربين بيتك على أشياء ما هي أساسية يمي. أوكي أنا عارفة إن هي أساسية، وأنا ماني قاعدة أطالب فيها، بس اللي وش قاعدة تسوين أجل الله يعظم أجرك؟ لا والله ماني قاعدة أطالب فيها، بس إنه إيه؟ يعطيني هي بين فترة وفترة، يعني خلاص إذا طلبت فيها مرة واحدة في الشهر مثلا ما يحسسني إنها كثيرة وإنه لا وما أدري إيش، وأنا ماما قاعدة تستنزفيني. ماما أتمنى إنه يكون عندك داخل الجمجمة مخ. أنا أتمنى أمنية من الله سبحانه وتعالى. طب الحمد لله. وأن يكون في داخل الجمجمة هذا مخ، وهذا المخ يمتاز بالعقل. أتمنى من الله. طيب الحمد لله إن شاء الله. اسمعي في أشياء أساسية بالحياة. وش الأشياء الأساسية في الحياة؟ الرجل الصالح، الزوج الصالح، الاستقرار، التفاهم، الاحترام، المساندة. على طاري الاحترام، واحنا في السيارة مرة قاعد يسبسبني وكذا، وقاعد يسبسبني لما عصب. إيه المفروض إنه يسبسبت وهو رايق. لا إيه لأنه قاعدة شاذة، وشلون يسبسب وهو معصب؟ هذا من شذوذ القواعد. المفروض الإنسان يصير مثل الناس الطبيعيين، يسب وهو مروق. يا بنتي الله يرضى عليك، يا حبي لقلبك، الله يصلح حالك ويصلح بيتك ويصلح أمرك. حكمي عقلك يا بنيتي، حكمي عقلك. الحياة قلت لك تمشي على أو تقوم على أمور أساسية. وش أمور أساسية؟ اللي هي الزوج الصالح أو الرجل الصالح، اللي يحترم، اللي يقدر، اللي يرعى، اللي يخدم، اللي يقوم على شؤوني. هذا هو الرجل الصالح يوم اللي تقوم عليه الحياة.
هذا رقم واحد. رقم اثنين، الإنسان الزوج الرجل إذا شاف الزوجة اللي تزوجه إنسانة صالحة، إنسانة حكيمة، إنسانة عاقلة، إنسانة ما تفكر بكماليات الحياة، مطعم بسه، سوبر ماركت فخم، يمي تطيح من عينه يا بنتي. والله ما أفكر كذا، والله ما أفكر كذا. استغفرك ربي وأتوب إليك. اسمعي كلامي، فهمتي؟ أيوة. من اليوم مرة واحدة بالشهر مطعم، مرة واحدة بالشهر مطعم خير وبركة. الشيء المطعم ما أطالبه فيه، هو يقول لي يقوم من المطعم بكيفه، هذا الشيء ما أطالبه بكيفه. المهم إنه المطعم ما هو ضروري كل أسبوع، غلط بغلط. هذا رقم واحد. رقم اثنين، البس طلعيه، الله يجزاك الجنة، مأثرة على سلوكك، مأثرة على تفكيرك، مأثرة على علاقتك مع زوجك. اعرضيها للتبني وخليها تروح لوجه الله. ركزي تفكيرك على بيتك، على زوجك، على نفسك، على حياتك، على مستقبلك. البسه للناس اللي ما عنده شيء يمي، أبسيسه بالبيت للي عندهم وقت فراغ ما يدرون وش يسوون فيه، عندهم وقت فراغ. يفترض أنت بداية حياتك الزوجية ترسمين لك خطة مستقبلية يا أمي، تقرين كتب، تدخلين دورات تدريبية، تفتحين لك مشروع، تسجلين في نادي، تدخلين دار تحفيظ القرآن، تشتغلين على نفسك، مو بتشتغلين على بسها أكلت شربت نامت قامت تعبت مرضت. طيب على الطاري، شفتي أنا دحين دخلت النادي بمصروفي، أول كان ما يبغى، يعني ما أبغى أخش معهد، أبغى أخش نادي زي كذا، يقعد ما يقول لي لا. كل الأشياء الآن أونلاين، دورات تدريبية، حلق تحفيظ القرآن، أكاديميات، مراكز، كلها الآن عن طريق أونلاين وانت في بيتك يا ماما. الله يسعدك يا رب. شكرا لك يا هلا والله بعمران. الله يسعدك، دخول ملكي يليق بك، الله يحفظك. أنا ما بيك تهدمين بيتك يمي على أشياء كمالية، فهمتي؟ يعني لا حطيتي عقلك براسك تبي تكتشفين إن الأشياء اللي سببت خلافات بينك وبين زوجك أشياء كمالية، موفر لك حياة كريمة، قاعد يخدمك، يتعامل معك باحترام وتقدير، بيتك قايم، أمورك سليم. طلب منك طلب وحيد، وشو؟ قال لك حاولي إنك تقللين من المصاريف فقط 7 شهور فقط يمي، فقط. ما قال لك ما راح أعطيك، ما قال لك أنت خربوطية. الله يسعد قلبك يما عمران، الله يرضى عليك يوفقك. ما قال لك يمي، ما هو بخيل زوجك، ما هو بخيل. ما قلت كذا أنا ماما يا ربي خليني أكمل بس، طالبتك طلبة. زوجك رجل، زوجك كفو، زوجك قاعد يوفر لك كل متطلبات الحياة وطلب منك شيء واحد. وأنا يا أم اليسر أرى أن الشيء هذا كرجل يجي يقول لزوجته أنا ظروفي المالية صعبة، حاولي أنك تقللين من المصاريف، أحس أنك كسرة للرجل، أحسها أنا ويؤمن بالشيء هذا أي رجل، كسرة للرجل إني أجي أقول لزوجتي تراي ما أقدر، تراي فقير، ترى ما عندي فلوس، ترى ظروفي المالية صعبة. هذه بحد ذاتها كسرة لأي رجل على وجه الأرض، فما بالك إذا كان قبيلك اللي هي الزوجة ما أعطت أي ردود فعل. على الأقل يمي أعطيه ردود فعل بالكلام، أنا معك، الله يقويك، إن شاء الله تنفرج، أنت قده وقدود، أزمة وتعدي. قلت لك البسة طلعينها اليوم، هذا رقم 1. المطاعم مرة بالشهر،
متطلباتك واحتياجاتك الآن عندك مصروف، رتبي أمورك على المصروف. أنت كل شهر بتشترين عطر، كل شهر بتشترين جزمة تكرمين ويكرم السامعين، كل شهر تشترين كريم، كل شهر بتشترين، لا، هذا اللي تسمى الإدارة المالية. أنت عندك مصروف أيا كان المبلغ، رتبيه، رتبي احتياجاتك. العطر، عندك عطر يعبرك هالشهر ذا، عادي عبر بعطر واحد شهر لين الشهر الثاني. أقدر أعبر بالكريم لين يخلص، ممكن أصير عندي إدارة مالية يمي. والرجل يعشق عشق، وعندة رجال الآن موجودين يعشق وبجنون المرأة اللي عندها إدارة مالية، اللي تخطط وترتب وتشوف الأولويات وتشوف الأشياء المهمة والغير مهمة. لكن واحدة يعطيها مصروف تروح تطلب لي من شيء قراشيع وخرابيط وربطات ومشابك يصلح إلا ما يصلح إلا، تروح توزعهن على شغلاتها. هلا هذه وشلون يحترمه ويقدره يمي، وهو قاعد يشوف إنه خربوطية ما عنده أي إدارة مالية. تفكر بالشيء الغالي، تفكر بالشيء الرخيص، تفكر بالشيء الزين، تفكر بالشيء اللي تحتاجه. مثلا قالت له أبي ميكروويف، مثال، هذا مثال، قالت له أبي ميكروويف، قال والله ما أقدر الشهر هذا، اصبري علي. خلاص ولا يهمك، خاصة إنه الميكروويف مو بشيء ضروري أبد، متى ما تيسرت أمورك الله يحفظك أنا محتاجة الميكروويف. هذه نقطة تدل ردك أسلوبك لما تعطين كلام يحسس زوجك أنك مقدرة. هذا هو التقدير اللي دايم أسألنا. لما أقول الرجل يحتاج الاحترام والتقدير، تقولين الاحترام عرفته لكن التقدير ما عرفته. التقدير هو تقدير الظروف الحياتية اللي يعيش فيها الرجل، تقدير عطائه، تقدير بذله، تقدير الأشياء اللي يمر فيها الزوج. هنا تقديره لذاته، أقدر ذاته. هذا هو التقدير المطلوب يمي. أحتاج أي شيء بالبيت، كيف أوصله؟ أنا والله محتاجة جزامة يا حبي لك، الله يسعدك، متى ما سمحت ظروفك نشتري جزامة فيا ليت، الله يرضى عليك. بس يمي، مسألة إني أعيد وزيد ولا أكرر ولا أشوف هالشيء هذا جزامة، يعني عالي بهجن إذا ما قعدن بجزامة. لا شفتي أنا زيك ترى والله ما أعيد وأزيد، أقول له مرة واحدة، إذا ما يقول لي إن شاء الله خلاص أسكت. خلاص يعني والله حتى ما أزن عليه ولا في أي شيء. إذا قلت حتى إذا طلبت طلب وقال إن شاء الله خلاص مصروفك بيحل المشكلة يا مي، بس اعرفي أديريه. دحين لما جاء في يدي عرفت أديره من جد يعني. إيه يوم صار نقرشات بيدينك ولا في غيرهن، عرفتي وش اللي ضروري واللي مو بضروري، واللي حسافه واللي مو بحسافه، واللي يلزمن واللي يقدر عادي مو بلازم. من جد. حياك الله. طيب شكرا.